بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. شكرا جزيلا على دعمكم لقناتي وتعليقاتكم الحلوة. حبايب، اليوم إن شاء الله الزلابية مالتنا على طريقة المحلات اللي يشتغلون باللبن الحامض أو الروب الحامضة أو الخاثر الحامض، يعني حسب التسميات. عندنا هنا الطريقة، طبعا مرحلتين. التخميرة الأولى كوب من الطحين، كوب من النشا. هنا ضفت هي الخميرة بالروبة الحامضة. الروبة الحامضة هي المنشف، أو الروبة روبة الأبقار، أو روبة الجاموس، لكن تكون حامضة كلش. يعني إذا مو حامضة تخلوها بكيس، فد يوم يومين راح تصير عندكم حامضة وتشتغلون بيها. ملعقة صغيرة عندنا هنا من الخميرة حتى نعزز الخمرة ونسرعها، وكوب وربع من الماء الساخن. طبعا الماء يكون لا كلش يغلي ولا دافي، يعني الحرارة بحيث إذا واحد خلى إصبعه يعني تبين الحرارة. عندنا كوب وربع من المي ينضاف طبعا تدريجيا. الحبايب اللي يسألون على الطحين اللي بدل طحين الرحمة، هو طحين كريستال اللي استخدمته، طبعا جدا راقي لعمل الحلويات والمعجنات. عندنا هنا الخمرة بعد ما خلطتها خلط جيد، غطيتها وتركتها من 6 إلى 7 ساعات بهذا الشكل. كل ما تتركوها أكثر تكون أفضل. طبعا أنا تركتها تقريبا 6 ساعات أو 7، لأن ما كان عندي مجال أشتغلها. لكن كل ما تتركوها تكون أفضل. يعني اشتغلتها بالليل والخمرة والصبح أني قليتها. هذا بعد ما كملت بهذا الشكل. إذا ما تفقع وياكم بهذا الشكل يعني العجينة مالتكم مو ناجحة. وانتبهوا حبايب للقوام، لأن القوام حسب نوع الطحين. عندنا هنا بعد ما كملت عندنا العجينة، ضفت كوب من الطحين الصفر الأبيض متعدد الاستعمالات، وكوب من النشا. ضروري حبايب تستخدمون نوعية جيدة من الطحين. هنا عندنا ملعقة صغيرة من الفانيلا الحرارية. هي أي فانيلا ترهم وياكم، لكن الفانيلا الحرارية اللي يستخدموها أصحاب المحلات تبقى طعمها جدا راقي ريحتها. هنا عندنا كوب وثلاث ملاعق من المي. المي طبعا حسب نوع الطحين. طبعا بعد ما ضفت الكوب حسيت بيها يعني شوية محتاجة بعد، فضفت لها ملعقتين فقط. لا تكثرون بالمي حبايب، المي دائما ضيفوه تدريجيا، مثل ما جاي تلاحظون جاي اضيفه بالملعقة اخر شي يعني. القوام العجين يعني حسب نوع الطحين. طبعا هذا القوام المطلوب. بعد ما كملت العجنة نغطيها ونتركها تخمر مرة ثانية، يعني خمرة ثانية تخمر تقريبا نص ساعة تتركوها. وهذا قوام العجينة النهائي بعد مرور نص ساعة. يعني بالبداية تركتها تقريبا 6 ساعات، وبعدين تركتها نص ساعة. ضروري تتركوها نص ساعة حتى ترتاح وتتفاعل عندنا الخميرة. أنا راح أستخدم هذا طبعا مالت الكاتشب للقلي. وحبايب هذا قوام الشيرة أو القطر ضروري تكون بهذا الثخن. إذا ما تصير ثخينة بهذا الشكل ما راح تشتغل وياكم. هسه نجي نجرب الزيت قبل ما نشتغل. ليش تضيفون 3-4 قطع وبعدين راح تلتصق وياكم؟ تضيفون قطرة واحدة من العجين. لما نطوف العجينة يعني هذا صار الزيت ساخن عندنا. نبدي نشتغله بهذا الشكل. الزيت طبعا يكون ساخن، لكن النار متوسطة، يعني لا ضعيفة ولا قوية كلش حتى تكسب ويانا الزلابية. بعد ما طافت عندنا بهذا الشكل ننتظر دقائق ونبدي نقلب بيها كل شوي، نقلب بيها إلى جهة. مجرد ما نشاهد الزلابية تبدي تقرمش أو تكسب، احنا رأسا نرفعها من النار مباشرة للقطر. وهذه بعد ما كسبت ويانا حبيت تشاهدون شلون أنا أدخلها بالقطر، لأن يعني كثير من الحبايب يعانون من هذا الشيء. زلابية ما تمتص القطر حبايب، إذا مو بهذه الطريقة ما تمتص القطر عندكم. مباشرة من الزيت للشيرة مباشرة، لأن إذا انتظرتوا ثواني بعد ما تمتص القطر عندكم. هذه يعني نظام الزلابية بهذا الشكل. حبايب رجاء اللي يوصل لهنا لا ينسانا من اللايك، واللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. هسه عندنا طريقة التخزين مالتها، اللي يحب يعني يبقيها يومين او 3 او حتى اسبوع ما عليها اي شيء.
طبعا هذه الكنافة أنا همين اشتغلتها، راح أنزلها إن شاء الله بعد فيديو الزلابية. التخزين مالتها تتركوها على الكاونتر أو على الميز 4 ساعات أو 5 إلى أن تبرد تماما، وبعدها إلا تقدرون تخلوها بكيس نايلون أو بعلبة بالثلاجة بالتبريد، لا تخلوها بالفريزر بالتبريد. وصلنا نهاية الفيديو، ومع ألف سلامة، مع أخوتكم مطبخ الزيتون.